مرحباً أصدقائي، اليوم سنكون برحلة ممتعة عبر الزمان والمكان مع الطالبين تيم وجنى إلى مدينة رائعة تسمى تدمر، عروس البادية السورية. سوف نتعرف على آثارها الجميلة وتاريخها العريق، وكيف كانت واحدة من أهم المدن في العالم القديم. هيا لنبدأ رحلتنا. تدمر عروس ليست ككل العرائس، يقصدها الزوار من كل أنحاء العالم. تلون ثوبها بلون الصحراء الأصفر، وتزينت بآثارها التي تدل على عظمتها وسحرها. إنها مدينة تدمر، عروس البادية السورية. تحتضن تدمر آثاراً تروي لنا قصة حضارة لا تنسى. فأول ما يستقبل ضيوفها الشارع المستقيم والأعمدة العالية على جانبيه وقوس النصر لتوصلك إلى مسرحها ومعابدها الخالدة. تقع وسط بادية الشام التابعة لمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية. كانت محطة تجارية مهمة بين الشرق والغرب، وهذا ما جعلها من أهم المدن وأغناها في العالم القديم. ما يميزها تربتها الخصبة المحاطة بالينابيع وأشجار النخيل. من أشهر ملوكها الملكة زنوبيا التي عرفت بقوة شخصيتها وشجاعتها، حتى لقبت بملكة ملكات الشرق. وهذا ما جعل المملكة تزدهر في عهدها لتوصل حدودها إلى البحر المتوسط.